الجيش اكثر عمري ضايع ياسر اشرف وماله حبيبي رجال انت عم تسير الجيش اكثر ما عم تخدم مؤسسه الجيش. بدي انتقل بعجاله لنقطه ثانيه. امبارحه كانت كاثرين اشتون الجيش اكثر عمري ضايع ياسر اشرف وماله حبيبي رجال انت عم تسير الجيش اكثر ما عم تخدم مؤسسه الجيش. بدي انتقل بعجاله لنقطه ثانيه. امبارحه كانت كاثرين اشتون الله اكبر الله اكبر. هيجيب عيل يسميه السيسي. يا سيسي يا كيا غني له عشان خاطري يا غني له يا سيسي يا كيدو. والله اتفضل يا سيسي يا امرك يا سيسي. ده مولعته. ايه ده؟ ده عامل قلق. ايه يا سيسي اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ بس انا نفسي بقى سياده الفريق بقى نفسي اشوفك بقى ايه في العشاء. هو بيتكلم من المانيا فجاه معانا. الله اكبر الله اكبر. هيجيب عيل يسميه السيسي. يا سيسي يا كيا غني له عشان خاطري يا غني له يا سيسي يا كيدو. والله اتفضل يا سيسي يا امرك يا سيسي. ده مولعته. ايه ده؟ ده عامل قلق. ايه يا سيسي اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ بس انا نفسي بقى سياده الفريق بقى نفسي اشوفك بقى ايه في العشاء. هو بيتكلم من المانيا فجاه معانا. دي نفسك خلي بالك. انسى الفيلم ده خلي بالك. حتى يلج الجمل في سم الخياط. عارف يعني ايه سم الخياط؟ عارف الابره اللي بالخياط دي بيسموها ايه في سوريا؟ الابره او المسله. مثال فيها خرم صغير كده. ربنا قال كده عليه كده لما قال على المعجزات كده. قال حتى يلج لما تدخل فيها الجمل يبقى اللي انت بتحكي. خلي بالك لما تشوف الجمل بيدخل من خرم المسله دي تعرف ان اللي انت بتعمله ده او اللي حضرتك بتمثله ده هينجح. انك انت تعرف توقع بين الجيش دي. انا بقولها لك اهو. انا بقولها لك. هطلع يعني مع احترامي لكل نساء العالم بحترمهم جدا. هم رئة العالم. بس هطلع لان عندنا عيب ان هطلع قدامك كده لابس فستان وحاطط روج احمر شفايف. طيب. يوم ما الجيش المصري ينقسم تلك امانيكم. طيب. او امانيهم. خلي بالك ان السيسي وينقسم عليه ناس ويطلع ناس. لان السيسي لا يمشي للجيش. خلي بالك ايه؟ خلي بالك حوار خايب قوي. مش هيمشي مع مصر. مش هيمشي مع المصريين. خلي بالك يطلع الشيخ القرضاوي يطلع ابن تيميه يطلع شيوخ العالم كلهم. جيش مصر هيفضل على قلب رجل واحد. السيسي يروح يجي السيسي غيره. خلي بالك كلنا السيسي. شعب مصر كله سيسي. جيش مصر كله سيسي. جميل حلو. استريح خالص. جميل لو احنا فاطرين كنت هجيب لك ليمون زي اللي شربناه في انت جميل هذا حكي. انت تقول وتدافع عن هذه المؤسسه. الجيش انت عم تقول عن سيسي كثير. لماذا الاحتفاظ بهذه الكوبي او هذه ده جمال عبد الناصر تاني. وصلت هلا. هو جمال عبد الناصر تاني. اسمح لي اقول لك اذا كل الجيش المصري او الشعب المصري بيفكر بهذه الطريقه يعني هذا يعني سوري انت ما شفتش ال 40 مليون اللي طلعوا له؟ للسيسي؟ ما مصر لن يوجد فيها رجال. لم يوجد فيها. انت ما شفت ليه؟ ما في رجال بالجيش. لا 40 مليون طلعوا. اين نواب السيسي؟ اين الرتب الادنى يتم ترفيعها؟ كلهم بايعوا السيسي. كيف يسمحون على هذه مهزله بالجيش؟ مبايعه. هذه مهزله بالجيش. مهزله ازاي؟ مهزله ما انا قلت لك لما يعني يا استاذ اشرف ورب الكعبه اتحسد. بص استاذ اشرف بص ايه اللي محور تاني. لا مش هتاكل معانا دي. ما في ضباط تانيين. ايوه انتوا عايزينها كده بقى. عايز ايه؟ يبقى في جيش حر. خلي بالك. طيب والله العظيم ورب الكعبه عليا الطلاق من مراتي ما هتحصل. خلي بالك عليا الطلاق من مراتي ما هتحصل. ضحكني يا استاذ اشرف. ولا تلك امانيكم. مش تلك يا عم العب. انا لما عندنا في سوريا بقول لك ايه اعمل جماعه بمسله ثانيه. خيط بمسله ثانيه. قول لي المثل ده عشان خاطري. انا اتفقت معك. قول لي عشان خاطري. بتقول ايه؟ خيط بغيرها المسلي. الله يفتح عليك. خيط بغيرها المسلي. انت عايز يبقى جيش حر ويطلع ايه؟ انا العقيد عبد السلام محمد محمود المنشق عن الجيش المصري ولعنة الله عليك. دي يا حبيب قلبي. انا ما بطلب. دي يا حبيب قلبي انت انا ما بطلب ينشق. انا بطلب انه انا اتفقت معك انه الجيش المصري مؤسسه وطنيه بامتياز ويجب على الشعب المصري. انا اتفقت معك بهذه النقطه. شفت ال 40 مليون اللي طلعوا للسيسي اول ما طلع نزلهم. طب والسيسي بكره الله اخذ امانته. السيسي ما تخافش هو مرتب نفسه. طب كيف؟ ما تخافش. طب حلو. وينه هي الشخصيه اللي مرتبها هلا؟ ليش ما تطلع؟ لا في السر بقى. عشان تقتلوهم.
انت عشان تختلوهم. بس غلط شخصية يا عم السيسي يا أستاذ. لا لا شخصية السيسي غلط. يا ثقة في سيسي هذا يا الشيء. كيدهم يا سيسي. هو كيدكم السيسي أستاذ ليه أشرف، كده يا عم الحاج؟ انت اليوم عم توضع الجيش بموقف عبد الناصر كان بيمثل يا الجيش، أستاذ طيب، كان أنا ضمير اليوم الامه بدي كلها. أنا هي. تخيل ان اول طيب. مره في حياتي اشوف، خلينا ناخد تخيل مره رسمي. اول مره في حياتي اشوف اتصال. جيش يملك شعب. خد قناة الاتصال الحقيقة معكم، مين معي؟ ده قفل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ مع حضرتك محمد من المانيا، واتكلمت امبارح كل عام وانت طيب يا دكتور عدنان، وسلام للاستاذ اشرف اهلا بيك. وسهلا، تفضل اخ محمد. وجميع العاملين في بتاعت الحقيقه. شكرا أهلا كثير بيك. لك، شكرا. تحياتي كتير قوي للاستاذ الحاج اشرف. يا فندم تحياتي للحاج ربنا أشرف. يخليك يا رب، كل سنه وانت طيب. شكرا لك، تفضل. ربنا يخليك لينا يا استاذ اشرف. الله يكرمك يا رب. والله يا استاذ اشرف ادعي على عدنان شويه، ادعي على عدنان شويه لحسن مطلع عين، ادعي عليه. ربنا يكرمه ويكرمنا. لا ده حبيبي والله. شكرا اتفضل. شكرا، تفضل. عايز اقول حاجه للدكتور عدنان، انا بتمنى من الله يكرمني بطفل اسميه سيسي. الله اكبر الله اكبر. فهمت النقطة. هيجيب عيل يسميه السيسي. يا سيسي يا كيا، غني له عشان خاطري يا غني له يا سيسي يا كيدو. والله. تفضل 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 يا سيسي يا امرك يا سيسي. ده مولعته ايه ده؟ ده عامل قلق. ايه يا سيسي اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ بس انا نفسي بقى سياده الفريق بقى، نفسي اتفضل بس اشوفك بعد بقى كده ايه تشرب. في العشاء. هو بيتكلم من المانيا فجاه اتفضل. معانا. خليك عارف يا احمد، نفسي. يكرمني بطفل اسميه سيسي. الله اكبر الله اكبر. فهمت النقطة. هيجيب عيل يسميه السيسي. يا سيسي يا كيا، غني له عشان خاطري يا غني له يا سيسي يا كيدو. والله. تفضل 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 يا سيسي يا امرك اتفضل، يا اتفضل. سيسي. ده مولعته ايه ده؟ ده عامل قلق. ايه يا سيسي اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ بس انا نفسي بقى سياده الفريق بقى، نفسي اتفضل بس اشوفك بعد بقى كده ايه تشرب. في العشاء. هو بيتكلم من المانيا فجاه اتفضل. معانا. الجيش اكثر عمري ضايع. يا استاذ اشرف، وماله رجاء، يا حبيبي قلبي؟ رجاء انت عم تسير الجيش اكثر حلو. ما عم تخدم مؤسسه الجيش. ماشي. بدي انتقل بعجاله لنقطه ثانيه. امبارحه كانت كاثرين اشتون